الحماس والسرعه اللي خرجتوا بها مشروع قانون الاضراب التكبيلي كنتوا ديروه مع ولاد الشعب اللي تقهروا بغلاء الاسعار وانتم ناعسين، وتلقاو حلول لغلاء المعيشه اللي ما بقى يقدر عليها حتى واحد من الطبقه المتوسطه، لا طبيب ولا مهندس ولا استاذ جامعي. اما الطبقه الفقيره فليهم الله. وكان هذا الحماس ديروه مع المتهربين من الضرائب وتضارب المصالح اللي عايشه فيه هذه الحكومه، واللي ما عمرنا شفناه الا مع هذه الحكومه اللي مصات دماء المواطنين والاجراء وما كرهتش بعنا حتى الاكسجين اللي عطيه الناس يدير بفابور. وبعد ما صدرتوا وتابعتوا الصحفيين النزهاء بغيتوا ديروا الرقابه تاع نواب الامه، شنو يسولوكم شنو ما يسولوكمش، الطريقه والاسلوب اللي ندويو بها كنواب الامه. وهذا كيكرس المنطق التغول ديال هذه الحكومه على ولاد الشعب وكيكرس لعدم ايمانكم بروح الدستور. باختصار، مشروع قانون الاضراب بدايه جديده لتكميم افواه الطبقه العامله في عهد هذه الحكومه الاقطاعيه اللي صدرت حقوقهم واجهزت على المكتسبات من خلال ادماجها كنوبس مع لا سينيسيس، وكرسات لسياسه اغناء الغني وافقار الفقير. حكومه سخط عليها الشعب بهذا القانون اللي ضواء يرعف. واش ما عايشينش معنا؟ واش ما كتسمعوش نبض الشارع؟ واش ما كيهمكمش استقرار هذا الوطن اللي ضامنوا لنا صاحب الجلاله حفظه الله؟ راكم كتغامروا باستقرار بلادنا. كنقولها بصريح العباره لا ثم لا، وارفض هذا المشروع القانون التكبيلي والتقييدي اللي ما فيش ضمانات لممارسه حق الاضراب، هذا الحق اللي مضمون بنص الدستور في فصله 29. اليوم بقات لنا حاجه وحده واللي لنا كامل الثقه فيها، هي المحكمه الدستوريه وحكمائها وخبرائها للنظر في هذا المشروع القانون الاضراب التكبيلي اللي جابته لنا هذه الحكومه. وتذكروا جيدا يا حكومه البطرونه، اذا الشعب يوما اراد الحياه فلا بد ان يستجيب القدر، ولا بد لليل ان ينجلي، ولا بد للقيد ان ينكسر، سينكسر باذن الله.